البنت دي اول ما بتصحى من النوم بتفضل تصرخ عشان لقت ان وشها كله مليان حبوب وبتكون مش عارفه جاي منين، عشان كانت لسه باصه في وشها من 10 دقايق ومفيش حاجه. واصحابها بيستغربوا لما بيشوفوا وشها وبتقول لهم انا كده ممكن معرفش اشارك في ملكه الجمال الجامعه. ولما بتروح البيت بتكلم صحابها وبتقول لاصحابها انا ممكن ما اشاركش في المسابقه عشان الدكتور قال لي ان الحبوب دي قدامها شهر لحد ما تمشي. وبتقول لها انا قلت للدكتور اني حطيت مرطب بس، وبقول لها يبقى اكيد في حد حاط لك حاجه في المرطب. وبتروح على طول الواد اللي هو بيحبها وهي كارفه له وبتقول له عايزاك تعمل حاجه تدمر الوش. والولد بيستغرب وبيقول لها ماشي بكره هيكون عندك. وبعد ما بيخلصوا بتروح لصاحبتها وبتدلق الماده دي في وشها عشان عرفت ان هي اللي عملت الماده دي عشان تكسب هي في مسابقه ملكه جمال الجامعه. بس لما بيشموها بيلاقوا ان دي ميه بسكر. والبنت بتشتمه وبتقول له ايه اللي انت عملته ده يا غبي. وبقول لها انا عملت كده عشان بحبك ومش عايزك تبقى وحش زيهم وما تضيعيش نفسك على الفاضي وانت اقل من اسبوعين وشك اهدى. فبياخدها على الحفله وبيشغلوا مهرجانات. يا مشنب يا بنتي بيع البتنجان كدي مالي طب عايزه تدي مني ايه كمان؟ هي ما اكلتك من كنتاكي ده انا فلوسي مغرقاكي.